لو عايز تبدأ برمجة، يبقى أول خطوة لازم تعملها هي إنك تجهز بيئة العمل بتاعتك. وفي الفيديو ده هنعمل ده مع بعض خطوة بخطوة ومن غير أي تعقيد. يلا بينا نبدأ على طول. خلينا نبدأ بأول برنامج، هو الفيجوال ستوديو. نخش على المتصفح بتاعنا وهنكتب داونلود داونلود فيجوال ستوديو، وهندخل على أول لينك يظهر لنا كده. تمام، كبر ده. احنا عايزين النسخة بتاعت الكوميونتي. تمام، هنقول له فري داونلود. هتنزل معانا بالشكل ده. طبعا أنا مش محتاجها تنزل عشان هي كده كده عندي اوريدي بتنزلها. تمام. تمام، بعد ما نزلناها هنسطبها. يس. تمام، بالشكل ده. استنى ما يعمل انستولينج. بعد ما حمل معانا بالشكل ده هيفتح لنا البرنامج ان احنا نبدا نعمل الانستول بتاعنا. احنا كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نشغل على البرنامج السي بلس بلس بس. تمام، هنحدد الخيار ده اللي هو ديسكتوب ديفلوبمنت وسي بلس بلس. تمام، ونقول له انستول. هيتنزل. تمام. طيب بالمناسبه البرنامج ده بيكون جاهز بكل حاجه. تمام، وبان البرنامج ممكن ياخد شويه وقت، فخلينا نستغل الوقت ده وننزل برنامج تاني خفيف وسهل جدا. تمام، واللي هو الفيجوال ستوديو كود او الفي اس كود. خلينا نقفل ده خالص ونكتب في البحث في اس كود. تمام، وهنختار اول لينك يظهر لنا كالعاده وهنقول له داونلود ويندوز 10 او ويندوز 11. كده كده انا مش محتاجه ينزل علشان انا منزله عندي على اللاب اوريدي. تمام، فانت نزله. تمام، بعد ما ينزل هنخش نسطبه على الجهاز. هنحدد الخيار الاول ده علشان نعمل نيكست نيكست نيكست. نحدد الخيارات ديت. تمام، نقول له نيكست نيكست انستول، ونستنى 5 اما يحمل. مش هيغيب. بعد ما حمل معانا نقول له فينيش. بعد ما حمل معانا هنفتح البرنامج طبعا. تمام، وهنقول له يفتح معانا بالشكل ده، الشكل اللي قدامك ده. تمام. تمام، اول حاجه هنعملها خلينا نجرب نكتب كود بسيط جدا. نقفل الويلكم ده. تمام، ونقول له اوبن فولدر، وليكن نختار الفولدر ده انا عامله هنا اهوت. تمام، اي فولدر انت عايزه. احنا نكريت الفولدر نفسه. ثواني معلش. قول له سيلكت فولدر. نقفل ده. الفولدر اتضاف معانا هنا اهو. تمام. تمام، فكك من المشاريع اللي مكتوبه ديت. هتتك علامه الزائد ديت او تتك كليك يمين على الفولدر. تك علامه الزائد افضل. ونكتب مثلا، نقول له وليكن اي اسم ام دوت سي بي بي. بالمناسبه السي بي بي ده امتداد بيعبر عن السي بلس بلس. ونقول له انتر. خلينا نكتب مع بعض اول برنامج بالسي بلس بلس. تمام، كده كتبنا مع بعض اول برنامج لينا اللي هو عايز نطبع له رساله ترحيب. تمام، بعد ما كتبنا الكود هنلاحظ ان الكود مش راضي يشتغل. طيب فين المشكله؟ المشكله هنا علشان الكمبيوتر لسه مش عارف ان احنا عايزين نكتب سي بلس بلس. فاول حاجه هنعملها ان احنا هنعرف الكمبيوتر ان احنا عايزين نكتب كود بلغه السي بلس بلس. تمام، فبالتالي هننزل الاضافه بتاعت لغه السي بلس بلس من قائمه الاكستنشن اللي هي اخر واحده على الشمال هنا ديت. تمام، ونكتب في السيرش سي بلس بلس زي ما مكتوب كده. ندخل على الاضافه ديت. تمام، ونعمل لها انستول. طبعا انا منزلها فانتوا هتنزلوها. اوكي اوكي. تمام، هنرجع تاني للكود نجربه. هنيجي نجرب الكود نقول له رن. مش هيرن. مش لاقي الملف بتاع الكومبايلر. ما هوش لاقي. هو انت عايز ارن فين؟ فاهم يعني؟ انت عاوزني اعمل لك حاجه بس انا مش عارف اعملها فين. فهنعوز نعمل ايه بقى؟ هنعوز ننزل الكومبايلر بتاع السي بلس بلس. طيب ركز معايا في الخطوه ديت عشان الخطوه اللي جايه ديت مهمه جدا جدا. اول حاجه هنفتح الملف اللي هتلاقيني سايبه لك تحت في الديسكربشن. اول حاجه هنعوز ننزل البرنامج اللي اسمه ميسيس، اللي هو اول سطر داونلود ميسيس. هنفتح المحرك بتاعنا. نقفل ده خالص مش محتاجينه، وهنيجي في السيرش نقول له داونلود ميسيس. هنختار اول لينك كالعاده. وهننزل النسخه ديت. طبعا اوعى تنزل النسخه ديت علشان ما يحصلش معاك اي مشكله. وطبعا هتلاقي تحت هنا طريقه التثبيت بتاعته. فكده كده احنا هنعملها مع بعض. نقفل ده خالص اكنه نزل. تمام، وندخل نثبته نعمل له تثبيت. طبعا هيفتح معانا بالشكل ده. نقول له نيكست نيكست نيكست. هنصبر
دقيقة قبل ما ينزل. طيب بالشكل ده نزلنا البرنامج، هنقول له فينيش. هيفتح معانا تيرمينال بالشكل ده. نكبر شوية، نقول له كنترول بلس 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 عشان نكبر الكلام. تمام. هنحدث البرنامج علشان لو في اي باكج عايزه يتحدث نحدثها. نقول له باك مان سبيس ماينس اس كابيتال واي يو انتر. هنصبر 5 يحدث. هيحدث كل الحزم، ولو في حزم مش موجوده هيطلب ان هو ينزلها بالشكل ده. طالب ان هو ينزل الحزم اللي مش موجوده، هنقول له يس، نقول له انتر، هيبدا ينزل في الحزم. خلاص هو كده خلص. هنقفل البرنامج خالص. تمام. ونفتحه من جديد. طبعا لو مش موجود عندك هنا في السيرش هتقول له امس، هو ده اللي احنا عايزينه. ونفتح ده، نجيبه على اليمين. هنعمل ابديت تاني عشان لو في حاجه ما كناش نزلناها. هنقول له باك مان ماينس اس كابيتال واي انتر. هو هنا بيقول لي ان مفيش اي تحديثات مطلوبه. تمام. لو قدام طلب تحديثات هنحدثها مع بعض. هنقفله خالص ونفتح برنامج تاني اخوه، بس واحد تاني، نسخه تانيه. هنقول له مسز. احنا عايزين المسز مانج دبليو 64، اللي هو ده مانج دبليو 64. هنفتحه كده بالشكل ده. تمام. كبره شويه. اول حاجه هننزل الكومبايلر. احنا كده خلصنا الثلاث خطوات دول، اول ثلاث خطوات خلصوا. هننزل الكومبايلر. هنقول له باك مان ماينس اس كابيتال واس سمول وجي سي سي. ونقول له انتر. هيجيب لي كل النسخ اللي موجوده. النسخه اللي احنا محتاجينها اسمها مانج دبليو 64 اكس 86 64 جي سي سي. تمام. هندور عليها مع بعض. احنا ممكن نختصر كل ده. تمام. وناخدها من الملف على طول من غير وجع دماغ تدوير ياما. نقول له باك مان، ناخده كوبي. معلومه هنا في التيرمينال مفيش كنترول في وكنترول سي. عشان ما يحصلش معاك غلط هتقول له بيست الكود كله. تمام. تقول له انتر، هيبدا ينزل بالشكل ده. هتقول له يس، هيبدا ينزل معانا. طيب لو ظهر معاك ايرور بالشكل اللي ظهر معانا ده، ايه اللي هنعمله؟ بكل بساطه البرنامج ما هوش لاقي ملفات معينه. تمام. فطبيعي هنحدث البرنامج علشان الملفات دي تنزل. هنقول له باك مان ماينس سي واي يو انتر. هيبدا يحدث وينزل البرنامج الملفات والحاجات اللي هو مش لاقيها. تمام. هنديله برضو امر التنزيل تاني. باك مان سي اس جي سي سي انتر. ايرور. طيب يا شباب عشان ما نقعش في نفس الغلط ويطلع الايرور ده، طبعا الايرور كله بسبب ان احنا نسينا الماينس. فهنكتب باك مان ماينس سي اس جي سي سي ونقول له انتر. وهنكتب نفس الامر تاني اللي كنا واخدينه كوبي. طبعا هو مش محفوظ في البيست، فهنجيبه كوبي بيست تاني. كنترول سي، نقول له بيست، نقول له انتر. هنقول له يس تاني. نبدأ ننزل. طبعا المرة دي مش هيغيب عشان أغلب الملفات ننزلها في الأول. بالشكل ده كده احنا نزلنا كده الكومبايلر نزل. تمام. هننزل تاني، هننزل حاجة تانية وهي الديباجر. وبرضه هتفهم قدام ايه هو الديباجر، وبرضه هتفهم برضه ايه هو الكومبايلر لو انت ما فهمتوش وانا بشرح في الأول. تمام. تمام. هنقول له باك مان ماينس، ما ننساش الماينس. تمام. سي اس جي دي بي. طبعا ما ننساش المسافة ديت عشان الحاجات دي بتفرق. قول له انتر. طبعا احنا عايزين الملف اللي اسمه نفس الاسم. تمام. بس الاختلاف المسار بتاع اسم الملف نفسه، بس هو نفس المسار. تمام. عايزين ندور عليه هندور، يا اما ناخدوه كوبي بيست ونريح دماغنا. فناخدوه كوبي بيست. نقول له كنترول سي بيست ونقول له انتر.
يبدأ ينزل، هنقول له يس. احتمال يحصل نفس المشكله اللي حصلت واحنا بننزل الكومبايلر، وهيبقى حلها نفس الحل. هنعمل ابديت، يعني هي لو ما حصلتش في الفيديو حصلت معاك، فهنعمل ابديت يعني. احنا كده نزلنا الكومبايلر، ودلوقتي بننزل الديباجر. تمام. بعد ما ننزل الديباجر وينزل بسلام كده، هنجرب، هنتاكد ان الاضافات الكومبايلر والديباجر نزلوا تمام، عشان يبقى شغلنا سليم والبرنامج يشتغل معانا ويرن بكل بساطه. تمام. دلوقتي كده الديباجر رقم نزل، ناكسس بقى على الكلام ده. تمام. ناخد الكود ده نقول له كنترول سي. طبعا زي ما اتفقنا مفيش كنترول سي وكنترول في هنا في الترمينال. هنقول له انتر، هيقول لي ايرور. المشكله، هقول لك المشكله فين. المشكله في حرف الفي. حرف الفي ده المفروض يكون سمول. بالظبط. طبعا اداني الاصدار اهوت. تمام. كده احنا ماشيين تمام وسلام قوي. نجرب الكود التاني اللي هو جي بلس بلس. قول له بيست، انتر، هيديني نفس المشكله. تمام. ما اتعلمناش من الغلط الاول، فهنتعلم في الغلطه الثالثه ان شاء الله. نقول له الفي ديت سمول. طبعا هعدلها في الملف قبل ما ينزل. هنا المسار برضه اهوت كله تمام. تمام. هنجرب الخيار الثالث نقول له بيست. ما ننسى طبعا، مش هنقع فيها المره دي. تمام. مفيش. تمام. ادانا الاصدار هنا اهوت. هنقفل الكلام ده خالص. خلاص نقفل ده كمان، مش محتاجينه. نخش على الفيجوال ستوديو كود. لو هو مفتوح معانا وما قفلناهوش فنقفله، نرجع نفتحه من جديد. تمام. هتلاقي الايرور اللي كان موجود راح. نجرب نرن الكود كده، نقول له رن. سحر. سحر، الكود بيرن فعلا. خش على الجزء بتاع الترمينال، هنا اسمه الترمينال. لو دخلك هنا ولقيت الكلام ده كله ما تزعلش، خش على الترمينال ده، تك انت على الترمينال وقدام هتفهم كل ده ايه. تمام. هنا طبعا طبعا لي كلمه هلو وورلد. تمام. طبعا اي حاجه اضافات خارج غير الهلو وورلد، كل ده انت هتعرفه قدام. تمام. فمش محتاج ان انا اشرحه في الفيديو ده. كده الكود ده خلص. كده احنا خلصنا شغلنا هنا. نزلنا الكومبايلر ونزلنا المحرك اللي هنشتغل عليه ونزلنا البيئه وبقينا جاهزين ان احنا نشتغل. طيب بما ان البرنامج التاني زمانه نزل تمام. طيب البرنامج نزل معانا بالشكل ده، هنقفله خالص كده. تمام. وندخل نفتحه من جوه فيجوال ستوديو. تمام. هيعوز تسجيل دخول، طبعا هتسجل دخول باي جيميل، حساب جوجل او حساب مايكروسوفت بتاعك. افضل بحساب مايكروسوفت. فنبدا نعمل ملف جديد ومشروع جديد. هنقول له كرييت ا نيو بروجكت. تمام. وهنختار اول خيار، احنا عايزين بروجكت جديد. طبعا هنا بنقول له اسم البروجكت، وهنسميه مثلا بي 1. تمام. نفعل الخيار ده ونقول له هنا معلش انا عايز اغير المسار واخليه مثلا على الديسك توب في الملف اللي اسمه سي بلس بلس. قول له سيلكت فولدر. طبعا كده بقى في الملف بتاع سي بلس بلس المشروع بتاعنا. هنقول له كرييت. يفتح معانا الواجهه بالشكل ده. تمام. طبعا هتقفل الاي اي ده خالص، مش عايزينه. كل اللي انت عايزه الواجهه دي تبقى باينه. طبعا هنقفل ده، مش عايزينه. طيب دلوقتي هنبدا نعمل مشروع. نعمل المشروع اللي هنكتب فيه. هنيجي على اسم المشروع بتاعنا ونضغط كليك يمين. تمام. وهنقول له اد، وهنقول له نولتين. أي نسميه مثلا اي حاجه، اهم حاجه الامتداد يبقى سي بي بي. نسميه بي 1 برضو. تمام. وهنقول له اد. هنكتب الكود بتاعنا بالشكل ده. تمام. وهنقول له كنترول اف 5. هيرن الكود معانا ويفتح لنا شاشه الترمينال، شاشه خارجيه منفصله عن البرنامج. هنا هو اتقال لي هلو وورلد. تمام. والدنيا جميله وزي الفل. هنقفل ده. طيب انت قدامك دلوقتي خيارين، يا تشتغل على الفيجوال ستوديو الجاهز بكل حاجه، بس انا ما بفضلوش للمبتدئين عشان شكله معقد وشكله بيخوف. تمام. يا تشتغل على الفي اس كود، وده اللي احنا هنستخدمه طول سلسله الكورس بتاعنا، وده اللي انا بفضله ليك بالنسبه لان انت مبتدئ. تمام. تمام. بكده نكون جهزنا بيئه العمل بتاعتنا بالكامل ونكون جاهزين للشغل الحقيقي بجد. تمام. طيب في الفيديو الجاي هنكتب اول كود مع بعض، هنفهم شويه حاجات في اللغه بتاعتنا. تمام. هيكون فيديو بسيط جميل جدا. تمام. وطبعا لو في اي حاجه وقفت معاك وانت بتنزل الكومبايلر او الديباجر او البرنامج، الفيجوال ستوديو او الفيجوال ستوديو كود، تمام، اكتب لي في الكومنت وانا هساعدك. وسلام. اشوفكم في فيديو جديد.